مين بيحرق دهون أكتر؟ يلي عنده كتلة عضلية ولا يلي عنده كتلة دهنية بجسمه؟ تعالوا نجاوب على هذا السؤال مع بعض. أنا الكوتش هادي. بيجوا لعندي على الجيم كابتن نحن جايين نعمل بس كارديو، لأن بمعتقده انه اذا عمل مشي او ركض او دراجة او ستيبس فهو رح ينحف. فيا اعزائي الابطال، حطوا ببالكم انا لازم ارفع كتلتي العضلية، لان كل ما رفعت كتلتي العضلية كل ما زاد معدل الحرق عندي. يعني مثلا اذا عندي شخصين عم يمشوا على التريدميل والاثنين وزنهم 90 كيلو، عم يمشوا بنفس السرعة ونفس الظروف، ولكن واحد 90 كيلو ولكن كتلته العضلية عالية، والثاني 90 كيلو ولكن كتلته الدهنية عالية. فالنقطة يلي بدي اوضح لكم اياها، اذا الاثنين مثلا مشيوا نص ساعة بنفس السرعة ونفس كل شيء، فمين اللي بيحرق اكتر؟ هل تعلم انه يلي رح يحرق اكتر هو صاحب الكتلة العضلية الأكثر؟ فنصيحتي لكل المتدربين، إذا بدك تحرق دهون العاب حديد وزود كتلتك العضلية وجيب أحجام عضلية لحتى عضلاتك تساعد على طرد الدهون من جسمك. فإذا بدك تنحف اعمل عضلات ولا تعتمد بس على الكارديو. هاد كان كل شي لليوم، استنوني الأسبوع القادم بحلقة جديدة ومعلومة مفيدة. للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم هي حساباتي على السوشيال ميديا. كنت معكم أنا الكوتش هادي.